اسم ايه طيب اللي غيروه؟ طيب انت قلت بطيخه وبعدين تغيير اسم. لا تغيير اسم، بدل يناديك يناديك مثلا يقول لك اي حاجه ثانيه يعني. الزمالك يناديك، انقذوا نادي الزمالك، انقذوا الزمالك بتاع الكلام اللي هو اقفوا جنب نادي الزمالك. اي مسمى يغيروا الاسم يعني، بدل ناديك يناديك. النادي بتاعنا ما غرقش. يعني ايه سبيحه صلاح، بس هي الموقف اللي الراجل بيقول عليه بعد اذنك آلية ان انت يعني واقف ناس طابور على كل البنوك او الحسابات عشان يدفع 2 جنيه. لا ما عادش الكلام ده انت قاعد. ماشي لسه بيه بتاع ماشي. انا بكلمك على انا حته انقاذ نادي الزمالك. لو تفتكر انا في اول كلامي قلت ايه؟ قلت انا متابع مهيب بقالي حلقتين ومهيب عمال يقول انقذوا نادي الزمالك. تمام. فبناء عليه انا بقول انقذوا نادي الزمالك، انا مش جايبها من عندي وهي دي حقيقه. هو مش نادي الزمالك ده محتاج ان حد اقول ينقذه لحضرتك دلوقتي؟ حاجه هو مش في ازمه ومحدش يزعل مني. مش في أزمة. الازمه موجوده. مين اللي عمل الازمه؟ ناس كتير يا اسلام بتتاجر. ازاي ما فيش ازمه؟ الزمالك 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 وحط ويجي في الاخر ايه؟ وهو ما يطلعش جنيه. لو قلت له طلع جنيه مش هيطلعه. ايوه ماشي والله ما هيطلعه. ما هو جنيه حتى يا جنيه مهيب. يقول لك لا مش هيطلع. على رجال اعمال كده كل واحد هنعمل في ناس كتير بتتكلم باسم نادي يبقى الزمالك. ده مش زملكاوي. لا بص هو يا عيني عايز يعمل شو. هو عايز يعمل شو. طب خلاص بقى. ويتغنى بحب نادي الزمالك. بتحس ان قلبه بيتقطع يا عيني. في ناس بتصدق وهو طب ما تعمل حاجه. والله العظيم يا مهيب الكلام اللي انا بسمعه ده يخليني ان انا يعني احيي الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته على المجهود اللي بذل خلال الفتره اللي فاتت والاستقرار المالي والاداري والانشائي والرياضي اللي موجود في النادي الاهلي. الحقيقه يعني على كل الكلام ان قلعه كبيره زي نادي الزمالك يتقال عليها او يعني كل واحد بيقول يعني رايه. ده بقاله الكلام ده بقاله فتره كبيره. ما انا بقول لك نادي الزمالك نفس الظروف عنده ازمات ماليه يا جماعه. بس اسلام النادي الاهلي عنده ناس بتساعد وفي صمت. احنا قلنا عندنا رجال اعمال كتير، فين هم؟ دفعوا ايه؟ ده اللي قدام الناس، ما فيش حد بيدفع حاجه، او اللي عايز يدفع او عايز يخش في تشكيل، عايز يطلع في التلفزيون. يعني كل واحد له مصلحه. هو دي الازمه ايه؟ انت لو عندك رجال اعمال دول لو قلت اساميهم عمرك ما تبقى في ازمه. بدون ذكر اسامي. لا عمرك ما تبقى في ازمه. لا هو لو قال لك قوتهم اساميهم وقوتهم عمر الزمالك ما بقى في ازمه. طب هم فين؟ بس انا عايز اتكلم برضو. خلينا يعني بالورقه والمعطيات برضو عشان نبقى منصفين. ازاي انت راجل عندك ازمه وانت اكثر واحد عملت سكواد هذا الموسم، اكتر واحد صرفت هذا الموسم حتى لو ما كنتش دفعت في افريقيا مش في مصر، حتى لو ما كنتش دفعت. يعني مثلا يقول لك ايه، احنا 8 مليون عدد الصفقات او قيمه الصفقات، سددنا منها 10 20%. 8 مليون ايه؟ 8 مليون دولار. مين اللي قال ان الزمالك دفع 8 مليون دولار؟ هاتوا لي الارقام نازله كده. هات الارقام. لا انت قصدك التعاقد يعني. تعاقد. مين قال ان الزمالك اتعاقد مع لعيبه ب 8 مليون دولار؟ يعني ب 400 مليون جنيه؟ انا ما عنديش. لا ما مين عنديش. اللي قال مجموع الكلام؟ التعاقد. لا ما يعملوش 400 مليون جنيه. ما دفعوش مره واحده. وحتى لو كده. طب ما هو ده اللي حصل. لا والله يجيبوا الارقام ونشوف. يبقى الناس بتضحك عليها. هات لي رقم يا جماعه. بتضحك على نفسها من على الموقع. مهيب المبلغ ده يجيب لك لعيبه طبعا. من على ترانسفير ماركت يا كابتن. من على ترانسفير ماركت مش هنجيب حاجه. النادي الزمالك الاعلى